وصفة اليوم سندويشات الستيك مع البصل المكرمل والجبن. عندي 6 قطع من ستيك تندريون، قطعتها شرايح وحطيت عليهم الوشتر صوص، خليتهم بالثلاجة ساعتين. بعدها راح أكرمل البصل. شلون أكرمله؟ بصلة بيضة، أنا أحب أستخدم البصل الأبيض، بس يتغير لونه راح أضيف ملح، فلفل أسود وسكر بني وخل البلسمك. كذي أنا كرملت البصل، راح أتركه على جنب، وبنفس المقلة راح أحط الستيك. عجيب هذا، حتى بتستخدمونه بالسلطات بالبرجر. أنا هذه طريقتي في تكرمل البصل. الحين بنفس المقلة راح أحط شرايح الستيك وابتدي أقلب فيهم لغاية ما يتغير لونهم نهائي. لما يتغير اللون أحط عليهم ملح وفلفل أسود. متى ما نشف الماء معناته أن الستيك خلص، راح أرجع أضيف له البصل المكرمل واستمر بالتحريك. كذي خلطة الستيك جاهزة. عندي قطعتين من خبز الباجيت ومايونيز والجبن المكسيكي هذا المبشور. إذا عندكم أي نوع جبن ثاني كله يمشي. راح أقطع الخبزة كذي بالطول، أشيل منها الحشوة اللي شوي داخل، شوي مايونيز، ما أحب أحط وايد، وبعدها راح أحط منها الحشوة هذه والجبن كثر ما تبون. أنا أحب الجبن شوية، بس أنتم ممكن تحطون أكثر إذا تبون، وخلوا الحشوة راهية. بالضبط 6 قطع الستيك خذت مني خبزتين باجيت متروسين. قطعة وعلى الشواية الكهربائية، أقدمه مع خيار مخلل مثل ما أنا سويت كذي. سويت طريقة تزيين يعني وايد وايد لذيذة، جربوها.